انا عندي ازمه حاده، لكن الدوله عليها هي المسؤوليه، اللي هو انا كرئيس دوله. حبس؟ لا، انا ضد الحبس. اسهل حاجه ان ناخد فلان يلا سجناء الراي. اكبر سبه في حقنا جميعا كسياسيين يبقى في واحد بيتحبس عشان راي. لابد ان يكون هناك قانون رادع لا يسمح بان يكون الحبس هو عقوبه الخروج عن قرار الحاكم او السلطه. انا مش عايز سلطه، ما طلبتش من الرئيس السيسي منصب ورفضت ان اكون وزيرا في حكومه. لماذا انقلبت على هذا النظام بعد أن كنت تؤيده؟ لابد نغير. الإخوان تتهمك بأنك مرشح كومبارس. جماعه الاخوان عدوها الاول هو احمد الفضائي. لماذا الآن تترشح ضده؟ كل من تساوي الله نفسه يبقى يشتهر، ولا امه حلمته انه يبقى رئيس جمهوريه فيتقدم لمنصب رئيس الجمهوريه. انا لو راضي عن الحاله الاقتصاديه، لو راضي عن الحاله المعيشيه للمواطنين، بالتاكيد ما كنتش هترشح. انا معترض على كثير من السياسات. انا عندي كتير من الحاجات اللي تخليك تحزن، بس حزنت اكتر عشان حاله البلد الاقتصاديه وما آلت اليه من ظروف معيشيه قاسيه. انا من اول الذين تم دعوتهم من الحوار الوطني، لكن بمجرد ما اعلنت رايي اصبحت اخر من يتم السماح لي بدخول قاعات الحوار الوطني. ده مش حوار، الحوار ان يكون بين السلطه ومن يعارض السلطه. كل ده عشان طالبنا بحل البرلمان واقاله الحكومه ووقف بيع ممتلكات الدوله. الأزمة الاقتصادية مستعصية على الحل، هل لديك حلول للأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا؟ هتلاقيني في كل مكان المواطن محتاجني فيه. انا شايف ان انا اقدم الافضل والاصلح، وان املك اكون رئيس ويعبر عن معاناه المصريين الحقيقيه اللي موجوده، اللي انا حاسس بيها. انا بلوم على الاعلام المصري. الاعلام المصري ترك مساحه للكذابين، ان كان لازم صوت الغلابه يلاقي منفذ، يلاقي منبر، يلاقي مناره تقول مشاكله وتتبناها. اعلام الجماعه الارهابيه حتى الان قوي لدرجه يصعب على بعض الدول الاوروبيه مقاومته. ألا ترى يعني إنجازات السلطة الحالية؟ انا لو شايف انجازات راضي عنها يبقى انا منافق سياسي، يعني انا بترشح ليه. صندوق النقد الدولي اصبح اداه للضغط على لقمه عيش المصريين، للضغط على حياتهم. تدخل صندوق النقد داخل سياسات المصريين وربط لقمه عيشهم بقرار منه، ده كله في اعتراض عليه. ما عذبش المواطن، ما خليش المواطن يندم انه اختارني. هل لديك ظهير شعبي؟ اوعى تفتكر ان مراهن على حزب او مراهن على تيار. انا مراهن على راي الناس. باذن الله اكون اقوى من يدافع عن شعب مصر. لن اتراجع عن خطوه الانتخابات الرئاسيه. ما الضمانات؟ مش هقول تزوير بقى، ساكون الرئيس الوحيد الذي يرفض التجديد لمده ثانيه. احنا عايزين الناس تبقى فرحانه ان مصر ما فيش فيها فرعون بعد كده خالص. ده كفايه قوي. معالي المستشار أحمد الفضالي، نورتنا في منصة ذات مصر. اهلا وسهلا وسعدت بيكم. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ليه اخترت يعني منصة ذات مصر للظهور عليها؟ بالتاكيد هو اختيار اكتر منه لقاء، يعني لان في كتير بيطلب من بعض الاصدقاء ومن بعض الصحف او الوكالات يجروا لقاءات معايا في هذا التوقيت، لكن الحقيقه نتيجه انشغالي بوضع البرنامج الانتخابي الرئاسي، ونتيجه ايضا عدم الانتهاء من وضع النقاط الرئيسيه التي يجب ان يتناولها اي حوار، كنت مقل جدا في قبول اي دعوه، لكن ذات مصر بتوسم فيها خير واتوقع فيها المصداقيه الكبيره اللي هي بتؤهل اي سياسي بيحب بلده انه يعرض وجهه نظره بكل امانه ومصداقيه وشفافيه. بنشكرك، بس احنا منصة ذات سقف عالي، يعني حضرتك اكيد عارف ده. اتمنى ده واحنا له ان شاء الله، يعني هيبقى في اسئله سخنه واحنا له ان شاء الله. بيتردد انه حضرتك ملياردير وحصلت على مليارات من اموال الخليج و انا اول مره اسمع الكلام ده اصلا. يعني اولا لان انا ما عنديش علاقات بدول الخليج، مانيش شخص معني، بالعكس انا معروف عملي فين. انا عندي شركتي الكبيره في المانيا اكتر من 20 سنه، عندي فرع شركه في ليتوانيا، عندي فرع منهم في الفجيره المنطقه الحره. عملي خارج مصر تماما، ليس لي علاقه بالعمل الاقتصادي او البيزنس او القطاع الخاص داخل مصر، وانا متعمد ده ان رجل عام بشتغل في العمل العام، وبالتالي لا اريد ان اخلط ما بين عملي العام وبين اي عمل خاص يحقق منفعه شخصيه ليا. فكنت حريص جدا، والحمد لله كنت ناجح جدا في عدم الخلط، وبالتالي اي اشاعات واي محاولات للاساءه ما بتلاقيش طريق لها في حياتي العمليه او العامه. يعني ممكن حد يقول كانت اولى باستثمارات حضرتك مصر،
يعني مصر يعني ساحه لاستثمارات حضرتك احسن من الخليج. ما هو عدم الخلط. انا رغبتي الغرض هنا اسمى، ان انا مش عايز يبقى ليا مصالح، مش عايز ابقى ليا ميزه ان انا احصل على اراضي بامتيازات، احصل على مرافق الدوله زي غيري ما بيحصل. مش عايز يبقى ليا ميزه عن اي مواطن عادي. انا مش في صف السياسي الذي يحصل على امتيازات من الدوله. يعني مفيش مليارات؟ لا، مفيش مليارات والحمد لله. حتى ملايين الجنيهات البسيطه اللي هي بقت بالدولار بره واليورو، يعني ممكن تعمل 2 مليون و3 مليون و10 مليون، ما عادتش للاسف، نتيجه ضغوطات الحياه ونتيجه برضو مصروفاتك وعيلتك والتزاماتك الشخصيه والعمل العام. انا بصرف على العمل العام. انا بعترف ان العمل العام في مصر مرهق اذا كنت مخلص في عملك. اذا كيف ستخوض تجربه الانتخابات الرئاسيه وهي تتطلب ربما عشرات الملايين؟ يعني انا مش في صف حكايه انها تتطلب عشرات الملايين. هي تتطلب الملايين، لكن الملايين دي ان لم يكن معاك ظهير ناس مقتنعين بيك مؤمنين برسالتك، مش بالضروره واحد يبقى معاه 1000 جنيه، ممكن ب10 جنيه. اذا معاك ظهير يؤمن المصروفات الضروريه، وده انا مؤمن بيه ومطمئن ليه، والى حد ما انا مقتنع ان شاء الله، وعندي الاطمئنان الكامل ان ده متوفر، الحد الادنى منه متوفر ان انا اقدر اغطي مصروفات حملتي، اقدر اغطي الامور الضروريه اللازمه للانفاق، الاعلانات الضروريه. مش هقدر اكون بنفس درجه البذخ اللي غيري بيقوم بيها، مش هقدر، لكن اقدر اكون واضح في رسالتي، اقدر اكون مخلص بقدر ما استطيع من قوه لبلدي عشان رسالتي توصل لقلب الناس وعقولهم. وده الاهم عندي، ان انا اكون صادق فيما ساقوم به ما بعد انتخابات الرئاسه ايا كانت النتيجه. انا دوري ان انا اتوقف بانتهاء انتخابات الرئاسه بكون الرئيس او خسرت انتخابات الرئاسه. بالعكس، الدور قائم طالما انت محب لبلدك وحاسس بمسؤوليتك وامانتك على هذا الوطن وهذا الشعب وهذه الارض. هل لديك ظهير شعبي يساندك في دخول المعركة الانتخابية؟ والله كلمة ظهير شعبي دي هي دي الانتخابات نفسها. يعني من سيكون له ظهير شعبي هو اللي هيحصل على أكبر قدر من أصوات الناخبين. لكن الادعاء دايما بأنك أنت قادر على حصد الأصوات وادعاء عنصر الثقة وإثبات الثقة أمام الرأي العام لا يكفيه الكلمات، لابد يكون لك تحرك على الأرض. يعني مدى تأثيرك في الناخبين، مدى تأثيرك في المواطنين، مدى قناعات الناس بيك. مش بقى يعني في بعض الناس بتستخدم أساليب، انت عارف السوشيال ميديا بقت يعني مؤثرة جدا. في محترفين للسوشيال ميديا، مش كل واحد محترف للسوشيال ميديا يقدر يظهر نفسه ان هو بيصلي بين الناس وبيجري بين الناس والناس يوحي ان الناس معاه. ده معناه ان دي حقيقة. الحقيقة هنا هي قناعة الناس بيك بشخصك. انت بتشتغل ايه؟ انت نجحت في ايه قبل كده؟ ما انا مش هخلي مصر تبقى عرضة يعني لكل من تسول له نفسه يبقى يشتهر ولا امه حلمت له انه يبقى رئيس جمهورية فيتقدم لمنصب رئيس الجمهورية. منصب رئيس الجمهورية ده منصب فيه ناس هتموت وناس هتعيش وناس هتصح وناس هتنقذها من الفقر وتنقذها من المرض. ملايين البشر متعلقين بهذا المنصب، مش الرفيع، المنصب الجلل. فأنا من يتقدم لهذا المنصب لازم يكون عنده مقومات كتيرة جدا. مش بالضرورة ان انا اكون معارض بس عشان اكون رئيس جمهورية، لا طبعا، ده ادعاء باطل وادعاء فيه غش وخداع للرأي العام والبسطاء. عشان تبقى رئيس جمهورية لازم تكون عندك المؤهلات اللي تبقى فيها مسؤول عن كل مواطن، كل طفل، كل امرأة، كل قعيد، كل صحيح، كل من لديه الحاجة إلى دعم الدولة المصرية دي، إنك تبقى قادر تلبي له طلبه أو تعبر عن مصالحه. ده رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية مش تمني، مش الأمنية، مش الحلم. رئيس الجمهورية مسؤولية، ومسؤولية خطرة جدا إذا كانت الدولة بحجم مصر تعدى 110 بل 120 مليون مواطن. هل تؤمن بأن لديك هذه القدرات، قدرات تحمل مسؤولية رئاسة الدولة المصرية على المستوى الشخصي؟ هو ده اللي أنا أقصده. إحساسك بالمسؤولية بيبدأ من المسؤولية الأصغر للمسؤولية الأكبر التي تتعاظم.
الى ان تصبح مسؤوليه دوله. كثير من الناس يعني تقلد منصب رئيس الجمهوريه بانتخابات دون ان يكون لديه الخبرات المتواصله في الاداره من القاع الى الوسط، الى السلطه، الى القمه. كثير من الناس وصلوا الى رئاسه الدوله بدون ان يمر بهذا التسلسل الاداري القيادي. وده ممكن يكون سبب رئيسي في عدم وجود خبره ملتصقه بالشارع، ملتصقه ومتسقه مع طبيعه الشعب، مع متطلباته، مع احتياجاته، مع مشاكله، مع همومه، مع قضاياه. انك تكون بادئ مع الشعب من الصفر، بس وانت مؤهل لكده، وانت مؤهل لتطلعاته وحل مشاكله، بادئ تتصاعد. ده اقوى تجانس، اقوى معايشه، اقوى سلطه حقيقيه داخل الانسان، داخل الشخص الذي يرى في نفسه القياده. كل منا يرى في نفسه انه الافضل، لكن من تراه الناس الافضل، من تراه الناس هو القادر. بره يقول لك يس اي كان، يعني انا اقدر. انت تقدر، لكن هل الناس عندها القناعه بقدرتك؟ هل الناس لو شافت تاريخك، هل انت حليت مشكله لبلدك قبل كده؟ هل شاركت في حل مشاكل كبيره لدولتك وانت مش في السلطه؟ هل انت كان ليك دور الدوله تعتمد عليك فيه وانت ولا منصب؟ يعني ممكن اوجه لحضرتك الاسئله دي؟ طبعا، اتفضل. ما الذي فعلته من اجل الدوله المصريه؟ اعطني نموذج. ولو اني بعتبر ان مهما فعلت للدوله المصريه فانا مديون لبلدي، وطني، يعني ترابي واهلي وشعبي. ما بحسش ان انا قدمت اللي عليا، لكن اتذكر كل محاوله بذلتها في حياتي عشان دعم بلدي. اتذكر في وقت الصعاب، اتذكر في وقت فرض على مصر حصار، على الدوله المصريه، على الحكومه. مفيش حد يسمع لصوت حكومه بعد 30/6 وبيان 3/7. العديد من دول العالم قررت عدم التعاون مع مصر. هنا تأسس وفد الدبلوماسية الشعبية الذي شرفت بتأسيسه، وشرفت ان انا في هذا التوقيت يعني كان حواليا ومشارك معايا ناس افضل مني كتير جدا. الله يرحمه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء. كتير ممن رحمهم الله من الوزراء السابقين والحاليين اللي بدعو لهم بالصحة والعافية والخير. كتير من الشخصيات العامة اللي محبة لبلدها اللي لها تأثير، زي وزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي. وكتير يعني مش عايز افتكر اسماء وانسى اسماء. اكتر من 100 شخصية مصرية وطنية شاركت معايا ان احنا نلف العالم، وبدأنا بروسيا. ولما زرنا روسيا قالت انتوا احفاد السادات واولاد السادات جايين تعملوا ايه هنا؟ احنا مش هنتعامل مع مصر. وكان اللقاء ده مع الاب الروحي للرئيس بوتين، اللي هو السيد ريماكوف رئيس الوزراء الروسي ورئيس المخابرات الروسيه الاسبق وحاجات كتير جدا. قلب اللفظ الواحد، لقائنا 25 دقيقه. بعد ما سمع مني ان انا قلت له احنا شعب مصر، احنا جايين لك كشعب، مش جايين لك كدوله، مش جايين لك كحكومه. احنا الشعب المصري لاول مره بيلجأ لروسيا عشان يقول اللي احنا فيه ده ثوره مش انقلاب، وجايين عايزين روسيا تحط ايديها في ايدين المصريين. اللقاء تحول الى 2.5 ساعة، ودعانا بعد كده على غدا، واهتم باكتر اهتمام، ووعدنا ان هو يقابل الرئيس بوتين في نفس اليوم، وقال هقابل الزعيم بوتين النهارده وهقول لكم النتائج ان شاء الله. تاني يوم بلغنا ان الرئيس بوتين قرر ايفاد لاول مره وزيري الدفاع والخارجيه الروس في اعقاب 30/6. كانت اول وانجح زياره بعد الحصار على مصر. ما رجعناش بلدنا الا واحنا منتظرين وزيري الدفاع والخارجيه الروس، اللي خلت العالم يتهافت بعد كده. الله، ده روسيا بتحتضن مصر. امريكا بسرعه، اداره اوباما عدلت موقفها بسرعه. دول اوروبا في مقدمتها بريطانيا بدات تحط ايديها في ايدين مصر. ما فيش اسبوعين وقررنا نعيد نفس التجربه مع الصين. الصين كانت مقرره نفس القرار، التعامل بحذر مع القياده المصريه باعتبار ان في انقلاب. وقابلت اللي هو دلوقتي رئيس الصين، شرفت ان انا اقابله، كان نائب رئيس الحزب الشيوعي. وده ادى الى تغيير شامل في العلاقات المصريه الصينيه. وعدنا واحنا 36 عضو للوفد، كنت اشرف ان انا باختيارهم رئيس لهذا الوفد. عدنا بعلاقات جديده متطوره مع الصين ادت الى تغيير وجهه نظر العالم في الثوره المصريه في 30 يونيو.
وتغيير طريقه التعامل وازاله التحفظ على القياده المصريه. مش عايز اقول احنا ما يصحش نقول اللي احنا بنعمله لبلدنا، بس انا بديك مثال لما رحنا الكونجرس الامريكي على راس وفد في 2016 و17 وشرحنا ان كل الاكاذيب اللي بتثار عن مصر كذب، وان الاخوان المسلمين والجماعه الارهابيه بيشتغلوا ضد مصر لاسقاط الدوله المصريه، وان امريكا اللي بتعمله باستقبالها ورضاها عن تصرفاتهم هي داعمه لهدم الدوله المصريه، ولا يليق بدوله صديقه كبرى لمصر انها تكون لها تصرفات تؤدي الى اهدار او تهديد الكيان المصري والدوله المصريه. وكان لها والكونجرس الامريكي اتخذ قرارات الحقيقه كلها كانت مشجعه نتيجه زياراتنا ولقاءاتنا المتعدده داخل الكونجرس، من زعيم الاغلبيه لممثلي الاقليات لكل اتجاهات داخل الكونجرس كانت مقتنعه تماما بوجهه نظرنا، ونجحنا في تغيير الصوره السلبيه ان كانت الساحه مطروقه بالكامل لجماعه الاخوان، وهم لهم نفوذ في امريكا والغرب بشكل غريب. لغايه دلوقتي مش عارف مين اللي براهم، مين اللي عايز الارهاب يزيد، مين اللي عايز الجماعه الارهابيه تبقى لها شوكه وقوه، مين اللي عايز ان اعلام الجماعه الارهابيه حتى الان قوي لدرجه يصعب على بعض الدول الاوروبيه مقاومته. النهارده احنا كان لنا دور في اسكات هذا الصوت الظالم. عشان كده هتلاقي جماعه الارهاب، جماعه الاخوان، عدوها الاول هو احمد الفضالي. اكثر ما يؤرقهم هو ترشح احمد الفضالي لمنصب رئيس الجمهوريه. يعني ما هزهمش ولا تعبهم قوي اللي فات قد ما تعبهم ترشيحي او ترشحي على منصب رئيس الجمهوريه، كأن القيامه قامت. ان هم يعلمون الموقف صراحه. انا ضد استغلال الدين بين ابناء وطني، ضد استغلال الدين في السياسه، ضد منهج جماعه الاخوان في الوصول الى الحكم لو على جثث المصريين. مش النهارده، مش امبارح، ده وانا طالب في الجامعه وانا في جامعه الازهر رفضت ان جماعه الاخوان تسيطر على اتحاد طلاب جامعه الازهر، رفضت ان جماعه الاخوان تسيطر على اتحاد طلاب كليه الشريعه والقانون اللي شرفت بعضويته. عشان كده الحرب كانت طويله بيني وبين الارهاب وبين جماعه الارهاب وبين جماعه الاخوان، وكان لي سبحانه وتعالى التوفيق ان اكون صاحب حكم حل حزب الحريه والعداله الناطق باسم جماعه الاخوان. وده ما كانش مصادفه، كان اصرار، كان بالادله. المحكمه الاداريه العليا حينما تستجيب الى هذا المطلب فهناك ادله وهناك حرب شرسه قمنا بها في مواجهه هذا الارهاب اللعين، حتى كتب النصر لمصر ولنا على هذا الحكم الذي صدر بحل حزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعه الاخوان. لكن الاخوان تتهمك بانك مرشح كومبارس، اسف للتعبير. ما هم ما قدروش يقولوا كومبارس، هم ما قدروش، هم بس مش قادرين يقولوا الحقيقه، مش قادرين يقولوا ان لاول مره يبقى في صوت قوي زي ما بيناهض الاخوان بيدافع عن المصريين. الصوت القوي ليس منحازا لاحد الا لشعب مصر. ما يقدروش يقولوا عليها الكلام ده على فكره، ما قالوهوش، هم بيقولوا حاجه تانية. هم بيحاولوا يشوهوا الصوره. يعني يكفي ده فخر ليا، لان اذا جاءتك مذمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل. يعني انا لو الاخوان المسلمين شكروا فيا زي ما بيشكروا في مرشح اخر، انا بعتبر دي وسام عار، يعني ده نذير شؤم. لكن لما يهاجموني بهذا الشكل، المرشح الاخر ايا كان المرشح، الناس تعلم يعني الوضع واضح، يعني من هناك يؤيد الاخوان او من تؤيده الاخوان، لكن ده ليس محل الحديث الان. لكن محل حديثي ان هجوم الاخوان وتفرغهم واحساسهم بالهروله وحاله الاضطراب التي تنتابهم، والساحر بتاعهم اللي بيلبس سلسله اسمه ايه، اللي بيقعد زي الحاوي، ما شفتوش صحفي في مصر بس انا شايفه حاوي، هيموت هيتجنن ازاي في واحد بيحب بلده بهذا الشكل. فشل ان هو يشوهني، مش قادر الا الكذب. زي انا اسف زي الستات لما تجيب ست يعني سمعتها سيئه وتسلطها على حد محترم، هتشبه اللي بيحصل لابو سلسله ده باللي بيحصل ضد احمد الفضالي بهذا الشكل بالظبط. هو مش لاقي حاجه غير انه هو ادعاءات كاذبه كاذبه. وللاسف انا بلوم على الاعلام المصري. الاعلام المصري ترك مساحه للكذابين للافاقين بره ان صوته يوصل للغلابه، لان كان لازم صوت الغلابه يلاقي منفذ، يلاقي منبر، يلاقي مناره تقول مشاكله وتتبناها، لكن ما يستغلهاش الكارهين لمصر، اعداء مصر الحقيقيين اللي عايزين مصر تقع. مش هتقع مصر، مش هتقع. يعني اذا كانوا بيتخيلوا احنا نختلف سياسيا
وممكن جدا نتنافس سياسيا الى اقصى درجه ممكنه، لكن مش هنهدم بلدنا، مش هنسمح بعوده الاخوان. يعني اذا كانوا بيفكروا دافعين بمرشح اهبل من قبلهم عشان يمثلهم ايا كان مين المرشح ده، مش هيحصل. المصريين مش هيضحك عليهم، مش هنسمح. بعيد عن اي انتخابات وبعيد عن اي مصالح سياسيه وبعيد عن اي حاله اقتصاديه سيئه، المصريين امن واستقرار وسلام، مصر خط احمر. هل تخشى من احتماليه عوده الاخوان، او تشك او تظن في امكانيه عودتهم حتى ولو بعد حين؟ لا، انا مش هشك. انا عليا اللي انا ابدا بيه احصن شعبي، احذره، انبهه ان في مكيده، ان في محاولات. عندنا ازمه اقتصاديه طاحنه، عندنا دعوه للتغيير، عندنا دعوه ان يكون في تداول السلطه. لازم يكون في تداول للسلطه عشان مصر تعيش امنه، عشان دي من مكاسب ثورتين يبقى في تداول للسلطه. لكن كل ده لا يمكن ابدا يتخذ ذريعه لعوده الاخوان. لن نسمح بعوده الاخوان. ما رايك في الافراج عن سجناء سياسيين في الفتره السابقه، اخرهم مثلا احمد دومه؟ هل تؤيد هذا الفعل من قبل النظام الحالي؟ انا اؤيد اي عمل يؤدي الى الافراج عن سجناء الراي. سجناء الراي اللي هم بيرفضوا ان احنا نقول معتقل الراي. سجناء الراي اكبر سبه في عهدنا احنا، يعني في حقنا جميعا كسياسيين. يبقى في واحد بيتحبس عشان رايه. لذلك انا ضد ان يكون هناك نصا في القانون يؤدي الى التجريم والحبس، يؤدي الى التجريم والغرامه. ليه الحبس؟ ليه احنا عندنا حبس الحريات للمصريين سهله كده؟ ليه عندنا اسهل حاجه ناخد فلان يلا بجريمه معينه؟ لا، لابد ان يكون هناك قانون رادع لا يسمح بان يكون الحبس هو عقوبه الخروج عن الراي او الخروج على القرار الحاكم او السلطه. لابد ان يكون هناك، لازم في حل وسط. هناك غرامه، هناك منع، هناك حظر، لكن حبس لا. انا ضد الحبس، مش ضد الحبس وبس، وبعتبر ستظل الديمقراطيه في خطر في مصر اذا استمر الحبس للمخالفين لنا في الراي القانوني او الراي السياسي، سواء للسلطه او لاي جهه اخرى داخل البلد. حضرتك شايف مين مؤهل للدخول الانتخابات او ترشح للانتخابات الرئاسيه في الفتره القادمه؟ الشخصيات العامه او السياسيه الموجوده حاليا. خليني اقول لك يعني بكل امانه، ما ينفعش ان حد يؤهل حد انه يكون قوي ويؤهل حد انه يكون وطني ويدافع عن بلده. لازم ينبع منك انت. لازم ينبع من الشخص القوه والقدره على التصدي. لازم ينبع قراري بالتطوع وبان اكون مسخر نفسي بكل امكانياتي لصالح بلدي بدون مقابل. ده قرار شخصي على فكره في المقام الاول، ليس قرار حزب وليس قرار تيار وليس قرار تحالف. ان لم يكن القرار نابع من شخصك وبايمان وعقيده راسخه، لن تكون قادرا على حتى القيام باعباء دورك كمرشح في الانتخابات الرئاسيه. قلت في احد اللقاءات التلفزيونيه مؤخرا انك تتعرض الى نوع من الاضطهاد. من الذي يضطهدك؟ بالتاكيد منذ عام 2015 حينما وصلنا الى مفترق الطرق. ما هنا لما بتصل الى المصالح السياسيه بتكتشف حاجات ما كانتش واضحه ليك قبل كده. احنا في فتره من الفترات 2013 و2014 احنا دعينا السيد الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الى اداره شؤون البلاد لحين وصولها الى بر الامان. مصر كانت بتتعرض لمحاولات نشر القتال في الشوارع والميادين، واحنا 2014 و13 ليس عنا ببعيد. لكن مطلبنا ده كان محصور بان تنتقل مصر الى حكم مدني دائم. السيد وزير الدفاع في ذلك الوقت محل ثقة، وهو المزاج العام للمصريين، محدش يقدر ينكر. المزاج العام للمصريين ان يتولى هذه الفترة لكي تستقر مصر، تستعيد قوتها السياسية وقوتها الاستراتيجية. وكنت اول من دعا الى ذلك.
كنت اول من دعا 2013. وافخر وفي كل لحظه افخر بدعوه جيش مصر لحمايه مصر. كل لحظه جيش مصر هو الملاذ الامن لمصر. من يحاولون، تعال شوف جماعه الاخوان بقى وشوف اخر تمثيليات المراهقه السياسيه للاخوان. فلماذا الان تترشح ضده؟ ضد من؟ السيد الرئيس اصبح رئيس مدني يا استاذنا الفاضل، ليس هو الجيش المصري. والجيش المصري عمره ما حط نفسه قدام شعب مصر. الجيش المصري بيحط نفسه فداء لشعبه دايما. الجيش المصري مثال ونموذج يعني بيضرب المثل في مدارس العسكريه في العالم. اوعى تصدق، اوعى نخضع، اوعى نتاثر باكاذيب الاخوان. بيحاولوا يسيروا في الشارع المصري ان هناك اصل الجيش المصري بيشتغل في الاقتصاد وبالتالي الشارع المصري الشعب نفسه لن يسمح بان يكون الجيش ابدا طرف. الجيش هو المظله، هو الامان، هو حصن مصر. عشان كده اي حكم مدني في مصر نحن نتطلع الى الجيش لكي يحمي هذه السلطه المدنيه، لكي يحمي اختيار شعب مصر، لكي يحمي اراده المصريين. الجيش المصري عظيما وسيظل عظيما. الجيش المصري هو حصن وامان. ربنا سبحانه وتعالى يقول خير جنود الارض هم المصريين. نيجي احنا عايزين نقول عكس كده. لكن الجيش المصري عقيدته اللي ربنا وصفه بكده، عقيدته لصالح شعبه مش ضد شعبه. مش ضد شعبه. افتكر كويس، ما نزلتش ابدا دبابات في الشارع المصري ضد الشعب المصري، لحمايه الشعب المصري. يعني حضرتك مع وجود رئيس مدني وليس عسكري؟ مع وجود رئيس مدني منتخب. واي حد في مصر مع هذا الاتجاه، طالما انه شخص طبيعي. يعني طب واحد كان عسكري وساب الجيش ولا ساب الشرطه ودخل اترشح والشعب المصري اختاره، مع لا غضاضه في كده. احنا هندعي الديمقراطيه ونعمل عكسها؟ اراده المصريين هي التي تختار. ما الذي لا يعجبك في هذا النظام الحالي حتى تقوم بدخول الانتخابات الرئاسيه؟ بالظبط. بالتاكيد انا لو راضي عن الحاله الاقتصاديه، لو راضي عن الحاله المعيشيه للمواطنين، بالتاكيد ما كنتش هترشح. ما هو انتقادك على الحاله الاقتصاديه او السياسه الاقتصاديه؟ انا انتقادي ان هذه المرحله اللي عاشتها مصر جاءت على حساب الطبقه الاغلب الغالبه في مصر، الطبقه المتوسطه والفقيره، ودي اكتر من 80% من شعب مصر. انا لازم يكون هدفي كرئيس او كمسؤول او كسلطه الشعب هو اللي انا اسهر عشانه، افكر في تعبه، افكر في المه، افكر في مرضه، افكر في جوعه، افكر في عطشه. انا ما اجيش عشان حاجه تانية، انا مش جاي عشان اتفرج. وبالتالي النهارده انقاذ الحاله الاقتصاديه في مصر ده اصبح مطلب رئيسي وتاريخي. الخروج من الازمه الاقتصاديه ايا كان من الرئيس القادم، الخروج من الازمه الاقتصاديه لابد ان تكون هي المعول الاساسي وهي الشاغل الاوحد لمن سيتولى حكم مصر خلال ال6 سنوات القادمه. الازمه الاقتصاديه مستعصيه على الحل، هل لديك حلول للازمه الاقتصاديه التي تعيشها مصر حاليا؟ بالتاكيد. لو لم يكن لدي الخطوط العريضه والتي سيعلن عنها قريبا من خلال اللجنه على مستوى جيد جدا من المفكرين والعلماء والمثقفين والخبراء الاقتصاديين، ازاي مصر تخرج وبسهوله؟ مش مصر تخرج بعد ما نعاني كمان 10 سنين وبسهوله. كيف تعود مصر الى الاستقرار الاقتصادي، الى وهل الاستقرار الحكومه المعيشي؟ الحاليه عاجزه عن ان تجد حلول وان تجمع مثل هؤلاء الاقتصاديين والخبراء؟ اختلاف وجهات نظر. يعني لولا اختلفت يعني الامزجه واختلفت الافكار واختلفت الثقافات لتوحدت كل حاجه في العالم. يعني بالعكس، هي اختلاف وجهه نظر. وجهه نظري ان النهوض بالاقتصاد المصري يعني المواطن اولا. اي اصلاح هعمله احط المواطن رقم واحد، عشان ما اعذبش المواطن، عشان ما اخليش المواطن يندم انه اختارني، عشان ما اخليش المواطن يعيش في مأساة عقبال ما احقق له الغرض الاسمى الاعلى بعد 20-30 يكون اصلا خلص. ما ينفعش. لازم احافظ على ثقة المواطن، لازم احط الاولوية عندي للمصالح ومطالب المواطن البسيط اللي هو المتوسط وما دون المتوسط. ودول زي ما قلت لحضرتك يتعدوا 80% من شعب مصر، يتعدوا. السؤال
الاهم اللي شايف حضرتك ما جاوبتش عليه بشكل صريح، يعني لماذا انقلبت على هذا النظام بعد ان كنت تؤيده؟ لا، ما تاني، هو السؤال ليس يعني دي اصلا مش حقيقه. انا لم انقلب على نظام، انا مختلف مع هذا النظام من 2015. انا لست عضوا في برلمان، لست مسؤولا في ولا عضوا حتى في مجلس من المجالس اللي بيعملوها للحبايب. يعني بص، موقف واضح. ما اعرفش ليه بعض، يعني هي الاخوان اللي بتحاول تعمل كده، لكن الاقي حد داخل مصر كمان بيحاول يحسبني ان انا تابع للنظام وتابع لفلان. ده دي شيء يعني مجهد قوي في الرد، لان انت مش محتاج ترد وانت الامور واضحه قدامك. احمد الفضائي ليس عضوا في برلمان 2015، ليس عضوا في برلمان 2020، ليس من ضمن رؤساء الاحزاب اللي اقل مني اللي هم لسه طالعين، وبعضهم من هو افضل مني اللي هم دلوقتي في مجلس الشيوخ على فكره. لكن انا ما يتمش اختياري لان انا ليا راي. انا معترض على كثير من السياسات. هل دعيت للحوار الوطني؟ ومعترض على طريقه اختيار مجلس النواب ومجلس الشيوخ على فكره، معترض بالكامل وليا راي. ولن يصلح حال مصر الا باختيار نواب بجد، الا بوجود قانون يضمن الاختيار الصحيح للمواطن، ان المواطن يروح يختار عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيوخ بارادته، مش بقوايم مفروضه ومفيش اللي هي. انا عملت 4 قوايم يسقطوها لنا كلها، يا ريت يسقطوها لنا، يفضلوا يرفضوها لغايه اخر لحظه. القضاء يعيدها، يرجعوا يطعنوا عليها. في حكومه تطعن على حكم بعوده قوائم مره واثنين وثلاثه واربعه عشان نرجع في اخر ليله قبل الانتخابات فتسقط القائمه، ومع ذلك في قائمه نجحت ولم يكتب لها النجاح. انا عندي كتير من الحاجات اللي تخليك تحزن. لابد نغير. يعني لا إيه؟ يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ايه نجحت ولم يكتب لها؟ يعني المفترض انها نجحت، المفترض انها نجحت. احنا صبحنا الصبح النتيجه للناس اللي جمعوا النتائج في اللجان الفرعيه ليست هي النتائج المعلنة. تزوير يعني؟ ما أنا مش هقول تزوير بقى، انا يكفي ان انا اقول لك اللي اعلنوه مندوبينا في اللجان للاسف ظهر عكسها الصبح. وقدمنا الاعتراضات القانونيه وقدمنا كل حاجه. خلاص احنا عرفنا في النهايه ان انت لا يصح الا الصحيح. لابد من قانون جديد للانتخابات، لابد من قانون جديد للدوائر. الحوار الوطني، هل حضرتك دعيت للحوار الوطني؟ انا من اول الذين تم دعوتهم للحوار الوطني، لكن بمجرد ما اعلنت رايي اصبحت اخر من يتم السماح لي بدخول قاعات الحوار الوطني. حذر شديد، يعني لم يسمح لي بالقاء الكلمه الافتتاحيه بتعمد من القائمين على الحوار الوطني. وفي الاخر قال كلمتك في الاخر، وانا رئيس تيار ورئيس حزب سياسي من اقدم ومش عايز اقول افضل او اقل، بس داعي الناس تختار. يعني انك انت تختار كله من فصيل واحد، ما تختارش احمد الفضائي رئيس تيار الاستقلال ولا حد من ال100 شخصيه المرشحه من تيار الاستقلال. وده كلام، كل ده عشان طالبنا بحل البرلمان واقاله الحكومه ووقف بيع ممتلكات الدوله. فكان راينا تقريبا بيعتبروه يعني هادم للفرام للاطار اللي هم حطوه للحوار الوطني. هم حاطين نظام ليه. الحوار الوطني ده المفروض كان يبقى بين الدوله السلطه وما بين مجموعه من الشخصيات السياسيه اللي لها راي معارض، اللي هو احنا، مش اللي لها راي مؤيد ولها ناس في البرلمان. انا فوجئت ان لها ناس في البرلمان هم اللي جايبينهم يحكموا بينا. يعني اولا مع احترامي لكل صديق وزميل، يعني الناس كلها قد يكون بعضهم افضل مني يعني، لكن ما ينفعش. ده مش حوار. الحوار ان يكون بين السلطه ومن يعارض السلطه لكي نصل الى مرحله وسط، لكي نصل الى مطالب المواطنين. انا مش عايز مطلب شخصي ليا، انا مش بقول لهم النبي تعالوا خدوني وزير ولا خدوني. طب ما انا ترشحت من اثناء حكومه اول حكومه بعد ثوره 30 يونيو ورفضت ان اكون وزيرا في حكومه. انا مش محتاج ده، انا محتاج اكون جندي مدافع عن بلدي في الميدان، ايا كان الميدان ده ايه بقى، في العمل الاهلي، في تلبيه مطالب الناس الغلابه اللي بيدوروا على لقمه عيشهم، على قدام المستشفيات الناس اللي بتدور على دخول عشان مش لاقيه علاج على نفقه الدوله. حاجات كتير من هذا القبيل. الناس مش عارفه تدخل ولادها المدارس عشان كثافه العدديه داخل الفصول. انا هتلاقيني هنا، هتلاقيني في كل مكان المواطن محتاجني فيه. ده الدور اللي انا عايزه. عايز اموت وانا بعمل كده. انا مش عايز صوت، عايز اموت وانا بادي دور لصالح بلدي، لصالح الناس اللي مش قادره. انا ابن اسره متوسطه مش ابن اسره غنيه. انا بنيت نفسي بنفسي، واعتقد ان يعني تاريخي واضح، مش محل للمهاترات. الحمد لله تاريخي معلن مسجل
منذ ان كنت وانا عندي 16 سنه ونص رايح العب بطوله في الكويت، واشتغلت في الكويت وبقيت بعتمد على نفسي وانا في سن طفوله، يعني ما حصلتش قبل كده. وكتير من الحاجات المفارقات اللي حصلت في حياتي كلها تؤكد الحمد لله ان ربنا مديني القوه والجلد والصلابه عشان اكون نافع لبلدي بعد كده. وده انا بدعو ربنا ان انا اعيش واموت وانا بادي دور لصالح بلدي بلا مقابل. ما طلبتش من الرئيس السيسي منصب، ما طلبتش من اي رئيس منصب. اذا كان تاسيس الحزب السلام بعد 5 سنين محاولات من سنه 99 انشئ عام 2005، اذا كان ده بعتبره منصب انا مش محتاج لهذا المنصب. الحزب ليس منصب على فكره، ده الحزب جه بعد معاناه 5 مرات او 6 مرات تقدم وترفض، لدرجه بقى اكبر حزب تقدم باعضاء في تاريخ لجنه الاحزاب السياسيه. كم عدد اعضاء الحزب؟ عدد اعضاء الحزب متفاوت، لان في ناس بيجي لها نوع من الزهق، ناس عدم الثقه في العمل السياسي. يعني مثلا لو قلت لك الناس كانوا 2005 بالملايين، مليون ونص، دلوقتي ما فيش 10,000 100,000. اللي هم العازفين ما استقروش بس عزفوا قال لك ما فيش امل، السياسه مش جايبه نتيجه. النهارده انا مش مراهن وانا داخل انتخابات الرئاسه على حزب. اوعى تفتكر انا مراهن على حزب او مراهن على تيار. انا شفت راي الناس، انا مراهن على راي الناس. وحتى هذه اللحظه انا بشوف الناس دي محتاجه احمد الفضالي، حاسه انه يقدر يدافع عنها. ثقتي في نفسي بقول ربنا ان انا اقدر، وباذن الله اكون اقوى من يدافع عن شعب مصر. لكن انا يهمني راي الشارع، راي شعب مصر، مش راي العيال اللي بتخش على الاخوانجيه واللجان اياها. ما احنا عندنا دلوقتي انا بتحارب من 3-4 انواع، يعني كله داخل. يعني في ناس لا يروقها ابدا ان مصر تبقى هاديه، ان مصر تنجح، ان مصر يقودها ابن من ابنائها في مرحله انتقاليه تداول للسلطه طبيعي. في ناس عايزه مشاكل لمصر داخل وخارج على فكره. انا مش هسمح بده بقدر الامكان، وكل على قدر طاقته وقوته. انا هعمل كل ما ابذله من جهد عشان أأمن بلدي أي مواجهات أو أي مشاكل أو أي اضطرابات يهدف البعض إلى إحداثها داخل مصر. مش هكون أبدا سبب من الأسباب دي. لازم أحط مصر قدام عينيا، مش هسمح أن الإخوان ياخدونا سلمة عشان يخشوا تاني مصر. مش هسمح على جثتي على فكرة. في 2018 حضرتك أعلنت ترشحك للانتخابات. لا، أنا أطلب بس تصحيح الموقف، أنا لم أعلن ترشحي. أعلنت الهيئة البرلمانية في مجلس النواب ترشح أحمد الفضالي لخوض الانتخابات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده ما تم إعلانه وموثق أمام كافة وكالات الأنباء العالمية. فلماذا انسحبت؟ أنا لم أنسحب، أنا لم أترشح أصلا. من رشحني هو الذي انتظر قراري. ولما أعلنت بهذا القرار، قرار الهيئة البرلمانية، بأن هناك 21 أو 22 نائب تم توقيعهم وتم اعتمادي كمرشح وحيد أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018، أنا لما اتفاجئت بالقرار أعلنت صراحة ان انا لن اخوض انتخابات. مش انا اللي يعني الهيئه البرلمانيه بتاعتي اللي بتوهلني لكده، هي اللي بتدعوني لكده، هي اللي بترشحني لكده. طب تاخد رايي. ومن الطبيعي ومن الموضوعيه ومن الشفافيه ان انا اعرض ده على مجلس قياده الحزب برئاستي وندرس الامر جيدا. وده ما تم بالفعل. كان الساعه ساعتها 8 تقريبا مساء، بعد لقاءات الاعلاميين الكبار اللي تناولوا خبر مهم من سيخوض الانتخابات امام الرئيس عبد الفتاح السيسي. واذا بيه بسمع اسمي زي الناس اللي قاعدين في بيوتهم، فكانت مفاجاه. بس انا بتعامل بمصداقيه وشفافيه، ما بخبيش. قلت لهم انا زيكم. بعض زعل مني انا قلت كده، لكن الهيئه البرلمانيه لما اقدمت على هذا العمل دون التشاور معي، ولما فكرت ان انا هخش الانتخابات وانا ما اعدتش نفسي لهذه الانتخابات لاكون منافس بجد، قررت عدم خوض الانتخابات. واعلنت مجلس قياده الحزب واصدرنا بيان بكده. وساعتها قلت انا هقعد السنتين الثلاثه دول ارى احفادي، افرح باحفادي شويه، انا محروم منهم مش عارف اقعد معاهم. وفعلا هو ده اللي حصل، ان انا سعدت جدا باحفادي خلال الكام سنه دي. بس حزنت اكتر عشان حاله البلد الاقتصاديه وما آلت اليه من ظروف معيشيه قاسيه خلتني اقرر بكل قوه، حتى لو لم اترشح للرئاسه ساكون مناضلا
من اجل حقوق الفقراء والغلابه والغير القادرين واصحاب المعاشات واصحاب المؤهلات اللي قاعدين في بيوتهم ما بيشتغلوش، والناس اللي مش عارفه تخش مستشفى عشان تتعالج. انا دوري ده هوهب نفسي لده حتى اخر نفس. حضرتك عازم هذه المره ولن تنسحب؟ عازم وبقوه، ولن يمنعني الا من يصدر قرار بمنعي. انا لن اتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسيه اطلاقا. من يصدر قرار؟ ولن اخذل الناس الا اذا صدر قرار. انت تملك، انت لجنه الانتخابات الرئاسيه، انا مش لجنه الانتخابات الرئاسيه. انا عن نفسي قررت طالما ان هناك ضمانات واجراءات انتخابيه نزيهه تضمن شفافيه في الانتخابات، ساخوض الانتخابات بكل قوه. ما الضمانات؟ لا، الضمانات كتيره، ده الضمانات دي يطول شرحها. يعني اهم الضمانات ما زلت حتى الان، يعني احنا عايز اقول لك حاجه، احنا بندور على مصر الكبيره، مش انتقاص من حق حد، مش تشكيك في حد. على فكره احنا عايزين مصر تبقى قويه. اللي بنحطه ده بنحطه لاحفادنا واحفاد احفادنا. احنا عايزين الناس تبقى فرحانه ان مصر ما فيش فيها فرعون بعد كده خالص. ده كفايه قوي انك تؤسس لدولتك كده، ان كل رئيس ليه فترتين، وان الناس تختار الرئيس بنزاهه وبانتخابات حره. الكلام يعني ده حضرتك لو جيت رئيس مش هتحاول تكمل مده بعد مده، ولا انت حضرتك مؤمن بالتعدديه وفتره رئاسيه واحده؟ انا مش بس مؤمن بالتعدديه، انا هديك بس الرئيس بيجي في الاول، اي رئيس يعني بيجي في الاول هديك تعهد، انا هي فتره واحده بس، هديك تعهد موثق امام الراي العام في مصر وخارج مصر. ساكون الرئيس الوحيد الذي يرفض التجديد لمده ثانيه، وساكتفي ان تكون المده الاولى 6 سنوات مده انتقاليه لعوده الحياه والمعيشه الرائجه للمصريين، لعوده المصريين لاحساسهم بالسعاده والرضا. احنا بنقول دلوقتي وساكون ناقلا للسلطه، لسه على البر دلوقتي، ساكون ناقلا للسلطه. بقول لك في حاله اذا ما قدر لي ربنا، هل في حاجه كتير عن ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ليس، مش كتير عن ربنا سبحانه وتعالى، مش كتير. بالعكس، ربنا يملك ويملك كل حاجه. اذا قدر لي ان اكون في هذه المسؤوليه الجسيمه، مش منصب على فكره، يعني انا براها ان ممكن ما اعرفش انام، اغمض عيني انا من غير حاجه عشان الناس ومشاكلها، ما بعرفش انام. تخيل لو انا المسؤول الاول عن ده، ربنا يكون معايا عشان مصر وعشان ولادنا وعشان معيشتهم وعشان حياتهم وعشان مستقبلهم وعشان الحفاظ على بلدهم، وده الاخطر. حضرتك لما تبقى رئيس، ايه المشاريع القوميه الكبيره اللي هتستمر فيها، وايه المشاريع اللي هتقرر ان انت ما تستمرش فيها؟ افتكر كويس ان احمد الفضالي اعلن في برنامجه الانتخابي الرئاسي في موقعك وجريدتك ان هيكون اول اجراء سريع لاعاده الانتاج والحياه لمصر مصنع في كل قريه. مصنع في كل قريه. القرى في مصر تتعدى 6000 قريه، يعني في 6000 مصنع يقاموا في السنه الاولى من حكمي اذا ما قدر لي ان اكون رئيسا لمصر. هل المصانع دي قطاع عام ولا خاص؟ ستكون مشاركه بين القطاع العام والخاص. دي رؤيتنا الجديده. احنا مش عايزين نتخلى عن دور الدوله. الدوله لازم يكون لها دور. الدوله هي اللي في ايدها الموارد، هي اللي في ايدها موارد قناه السويس، هي اللي في ايدها موارد البترول، هي اللي في ايدها موارد البيع والشراء، هي اللي في ايدها موارد المنجنيز والمعادن الثمينه في مصر. الدوله، هل هي رؤيه جديده ميكس بين الاشتراكيه والرأسمالية؟ يعني؟ لا، هنا ليس. وانا بتكلم عن الانتاج. انا عندي ازمه حاده لا تخضع للمعايير العاديه اللي هي لا تبقى راسمالي لا تبقى ليبرالي لا تبقى اشتراكي. لا، انا عايز انشئ مصانع بشكل عاجل مشاركه بين الدوله والقطاع الخاص، بين الدوله والافراد، لكن الدوله عليها هي المسؤوليه، اللي هو انا كرئيس دوله، والا بتخلص وبتملص من مسؤولياتي. مش هيحصل. ده عهد امام ربنا. في السنه الاولى 6000 مصنع يشغلوا 6000 قريه، ده في السنه الاولى. فيما عدا ذلك الكثير اللي مش هقوله دلوقتي ده داخل البرنامج الانتخابي. الحاجه الثانيه الحد الادنى، عايزين ابرز الملامح. يعني الحد الادنى هتتعامل ازاي مع صندوق النقد؟ هتتعامل ازاي مع التوصيل؟ عايز اقول لك هناك مفاجاه مع المشاريع الجديده في افتكر كويس وغيرها. تذكر جيدا
أنه سيكون هناك تعاملا مع صندوق النقد ومع الجهات المانحة ومع الجهات المدينة لمصر قبل خوض الانتخابات الرئاسية. كيف؟ سيكون هناك مفاوضات ورفض لتدخل صندوق النقد داخل سياسات المصريين وربط لقمة عيشهم بقرار منه. ده كله في اعتراض عليه من الآن، مش من فترة أكون رئيس أو لا أكون رئيس. من الآن كمسؤول سياسي في الدولة، كمسؤول سياسي أمام ربنا وأمام شعبي، أنا مسؤول إن أنا أعيد وأصحح أخطاء كتيرة وقعنا فيها مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي أصبح أداة للضغط على لقمة عيش المصريين، للضغط على حياتهم. في كتير ما ينفعش أقوله، لكن بيعد ضمن برنامج الانتخاب الرئاسي اللي هيعلن عنه قريبا جدا إن شاء الله. ألا ترى يعني إنجازات السلطة الحالية، ألا ترى الإنجازات فيما يتعلق بمشاريع قومية، فيما يتعلق بمدن، شبكات طرق، يعني حضرتك مش شايف إنجازات لهذا العصر؟ لابد ان انا اكون واضح في كلامي. انا لو شايف انجازات راضي عنها يبقى انا منافق سياسي، يعني انا بترشح ليه. انا شايف ان انا اقدم الافضل والاصلح وان املك اكون رئيس يحقق مطالب واحتياجات ويعبر عن معاناة المصريين الحقيقية اللي موجودة اللي انا حاسس بيها. كان عند حضرتك موقف يعني شديد الخصومة مع دول زي قطر وزي تركيا، هل عندما تصبح رئيسا هذا الموقف يتغير، يتحول طبعا لمصالح الدولة؟ بالتأكيد. يعني حينما نتكلم عن ان احنا في منصب رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية، وده منصب يعني شعبي وبيثقلك سياسيا ويثقلك دوليا. مفيش حاجة اسمها خصومة على طول الخط طالما ان هناك دولة تمد يدها ليك بالسلام. ده انت حطيت ايدك في ايد اعداء مصر الاسرائيليين عشان عملت معاهدة السلام. فما بالك بدولة عربية مدت ايديها ليك بالسلام واعربت عن صدق نيتها. هنا صدق النوايا وعلاقة الاشقاء مهم جدا انك تبني عليه. انا مش مكتوب لي ان انا انمي العداء بين الاشقاء، مش دوري ابدا اكون كده. ده دوري اخفف احتوي الخلافات الموجودة بين مصر وبين اي دولة اخرى، بالذات دول الاشقاء. لا، ده بالعكس. اذا كانت دولة زي قطر او زي تركيا مدت ايديها لمصر بالسلام، فنحن نمد يدنا بالسلام القائم على احترام مصر وقرارها وارادتها وشعبها. هل حضرتك تحب توجه رسالة للشعب المصري؟ هل تحب توجه رسالة إلى الدولة المصرية؟ طبعا بالتأكيد. يعني الدولة المصرية هي أفضل من تتحدث إليها كشعب وأرض وسلطة كمصريين. يعني الرسالة اللي أنا بقولها من قلبي إن أنا حينما قررت الترشح على منصب رئيس الجمهورية لم أكن أبدا أهدف إلى أن أنا أبقى الرئيس اللي في منصب وبيمشي بحراسات وبيتعامل مع رؤساء دول. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أهداني أكتر مما أستحق. كنت أول عربي يقابله بابا الفاتيكان ويقابله كأنه بيقابل رئيس دولة وأنا بلا منصب، ومنحني قلادة الفاتيكان ومنح الوفد المرافق ليا كله. وكان الرهان لا ممكن بابا الفاتيكان يقابل شخص غير مسؤول في دولة. وعايز أقول لك قابلني قبل ما يقابل ويعتمد أوراق السفير المصري في الفاتيكان. وكان لنا شرف ان في مقابلتي يحضر سفير مصر الذي لم يعتمد بعد لدى بابا الفاتيكان. قابلت رؤساء دول كثيرين منهم رئيس الصين ودول اخرى وانا مش رئيس. فانا مش محتاج. انا ربنا اداني اكتر في اشباع الذات والحاجات اللي ممكن غيري يتاثر بيها. انا بهدف لحاجه واحده: كيف اساهم في انقاذ مصر اقتصاديا، كيف احافظ على اسم مصر، ازاي احافظ على تاريخ مصر وحضارتها. انا ببكي لما اشوف مصر عبر التاريخ قد ايه تعرضت لكتير من الانتكاسات، لكن صامده قويه
يعني في جسارة في الشخصية المصرية. مصر مش عايش الأرض، مصر شعب وتضاريس وحضارة وتاريخ كله مع بعضه. مصر كبيرة قوي. كونك توهب حياتك لبلدك، حتى لو اضطريتك الظروف انك تعيش بره شويه زي ما حصل، او اضطريتك الظروف انك انت تلجأ وتتعامل مع بعض الجهات العالميه عشان خاطر حكم منصبك، لكن مصر هي اللي في الدم، هي اللي في العقل، هي اللي في القلب. ربنا يعيننا على خدمه بلدنا، واننا نكون جنود اوفياء في الدفاع عنها. حضرتك شايف كسؤال اخير انه الدوله المصريه باجهزتها هترحب بيك وتتقبلك كرئيس جمهوريه؟ الاجهزه المصريه مش هنزايد عليها، اجهزه وطنيه. يعني في النهايه هي قاعده سهرانه بتشتغل ليل نهار، مباني وجنب المباني ادارات، اقسام، اجهزه مختلفه في اقاصي الحدود، على حدود النوبه، على حدود العريش، على حدود ليبيا. كل دول هدفهم حاجه واحده، حمايه مصر. لو احمد الفضالي هيحقق حمايه مصر، اي يزيد من الناس هيحقق حمايه مصر وحبه لبلده ووطنيته وخوفه عليها وانه ضحي من اجلها بدمه، بالتاكيد هذه الاجهزه هتكون في ظهره، مش هتكون ضده. انا بشكر حضرتك جدا يا معالي المستشار، وان شاء الله موفق دايما وابدا، وشرفتنا في منصه ذات مصر. الف شكر لحضرتك ومنصه ذات مصر، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن مع بعض ان شاء الله، واللي جاي احسن لمصر ان شاء الله، واحنا بنتفرج على النهوض بمصر للافضل ان شاء الله. ان شاء الله.